سنة 2012 في ولاية كولورادو، بالتحديد مدينة أرورا، الناس كانت قاعدة في السينما بتتفرج على فيلم باتمان الجديد، وفي وسط ما الكل مندمج في الفيلم فجأة دخل القاعة شخص غريب حاطط مكياج ولابس بدلة ومعاه بندقية، ودور الضرب في القاعة كلها، عمل مجزرة حرفيا، قتل 12 شخص وصاب 70، ولما اتقبض عليه قال في التحقيقات I am the Joker. كان اساسا جبان انا عليا وحشكل شفت باتمان؟ شفتوش باتمان؟ يا جدعان عيب يا جدعان. حد شاف انت الجوكر؟ وعايز تقتله؟ ربنا يقدرك. يا جدعان عيب الحقيقة ان انا بقالي فترة في كام سؤال محيرني، زي هل ممكن الافلام والمسلسلات تغير في سلوك الانسان؟ هل ممكن تخليه يغير مبادئه؟ هل ممكن مجرد فيلم او مسلسل يأثر على قناعاتي ويغيرها من غير ما احس؟ كل الاسئلة دي واكتر منها كمان هنجاوب عليها في الفيديو ده باذن الله، بس كمل الفيديو للاخر علشان الفيديو ده مهم. وكمان معانا في الفيديو ده ضيف مهم جدا، واحد من خبراء الافلام والمسلسلات. رحبوا معايا بالناقد الفني صديق صاحب قناة أخلاق فضائيين. يوسف عامل ايه؟ مبسوط ان احنا اخيرا اشتركنا في فيديو. يوسف يا جماعه اصلا انا كنت بتفرج على كل فيديوهاته من قبل ما هو اصلا نكون صحاب. انا كنت من الفانز يعني قبل ما هو يكون صحاب، يعني كان هو اصلا من احد الاسباب اللي هو خلتني ان انا اعمل قناه على اليوتيوب. فبحييك وبحيي كل متابعينك المتابعين اللي عندك. اعملوا اشتراك. ايوه فضائي كده اخلاق فضائي. كده اخلاق فضائي. والله فضائي وراك. شوف فضائي. The ideas that you impress upon your subconscious mind over and over and over and over and over again ultimately become fixed in there. الأعمال الفنية سواء بقى أفلام، مسلسلات، أنمي، الأغاني طبعا ما ينفعش ننساها، ممكن تؤثر على عقلك بطرق أنت مش بتدركها في أغلب الأوقات. عقلك الباطن بيستقبل الأفكار من غير ما يناقشها، وتكرار الأفكار دي بيخليها تتحول مع الوقت لحاجات طبيعية في دماغك حتى لو أنت في البداية كنت رافضها. يعني لو شفت فكرة معينة في فيلم أو مسلسل بشكل متكرر، عقلك الباطن بيبدأ يتعامل معاها كجزء من الواقع. يعني مثلا علاقات الحب في الأفلام دايما مباحة، مفيش فيها اي مشكله، سواء كبار بقى، مراهقين، عواجيز، متوفيين، اي علاقه حب هتلاقي مجتمع الفيلم متقبلها وبيتعامل معاها بشكل طبيعي وكانها مش حرام يعني ولا حاجه. لما انت بقى تفضل تتفرج على المشاهد دي باستمرار، مع الوقت عقلك بيتبرمج وبتبدا تشوف الموضوع عادي، وبيكون عندك قابليه اكبر انك تخش في علاقات حتى لو انت شخص ملتزم، وده بقى بيخليك تطبع مع افكار غلط او مبادئ ضد مبادئك بكل سهوله ومن غير ما تحس. في دراسه مشهوره اتعملت سنه 2008 جابوا مجموعة من الناس وعرضوا عليهم مشاهد من أفلام فيها علاقات قبل الجواز، ولقوا إن بعد المشاهدة ارتفع قبول الفكرة عند المشاركين بنسبة 33% من غير أي نقاش أو إقناع مباشر، بس مجرد إنهم شافوا ده بيتكرر قدامهم. اللاوعي بتاعك مش بيناقش، هو بيستقبل وبيسجل وبيخزن. يعني ببساطة كل فكرة بتتكرر قدامك بتترسخ في اللاوعي بتاعك، ومع الوقت بتتحول من مجرد مشهد إلى قناعة. يعني مثلا الأفلام الرومانسية القديمة، البطل بيتعذب يا عيني عشان يوصل للبنت اللي بيحبها، وتحصل حوارات وتظهر عقبات، وفي الآخر بقى يكسب قلبها في مشهد درامي مع أغنية مليانة شجن. وبعدين بقى نبقى نشوف حوار الجواز ده، يعني حاجة فرعية كده ملهاش لازمة. المشهد ده بيترسخ جواك من وانت عيل صغير، فتكبر وعندك قناعة إن الحب الحقيقي لازم يكون فيه حوارات، ما بيجيش بالسهل هو، وان الحب مش بيجي بعد الجواز والعشره والكلام الفارغ ده لازم يكون قبل الجواز. ما ينفعش اتجوز واحده انا ما اعرفهاش وشغل الصالونات ده، ولا الافيه بتاع الفلاح اللي متقدم لك صالونات اللي مش بيعرف يفك الخط وداخل على الواتساب بعت لك فويس نوت يقول لك ازيك يا انسه مريم، وهيخو هيخو هيخو بقى وايه وكوميديا بقى ونقعد نشير وكده. انسه ساره كده ما تخلطكيش. والله كانت الضحك كانت يا جدعان عيب يا جدعان. ماشي شكرا اتفضل. زمان والجواز الشرعي بيتم تشويهه وان هو الحاجه الوحشه، اما جواز الشوارع بيتحط عليه عسل وسكر وشوكولاته واي حاجه من الحاجات اللي بتجزع دي، والنتيجه ان اغلب الناس شايفين ان الجواز عن حب هو الصح، والتاني ده الصالونات الوحش للفلاحين واللي مش لاقيين كلبه تعبرهم. مش عارف ليه دايما بيحشروا الفلاحين في الكلام بتاعهم ده. هل ممكن ده بسبب الصوره النمطيه اللي دايما الافلام والمسلسلات بتصورها عن الفلاح ان هو دايما جاهل ومش فاهم حاجه وغبي، وبسبب التكرار الصوره دي اترسخت في ذهن الناس وبقوا شايفين كل الفلاحين كده؟ الله اعلم. مصيبه سودة، الناس مش ممكن تعيش من غير عواطف. العالم كله يتغير، الكون نفسه يختلف.
الناس تعيش أسوأ عيشة. ها؟ انزع العاطفة من أي مخلوق خلقه ربنا، وبعد كده توقع إنك تشوف كل حاجة وحشة. العاطفة هي المشاعر اللي بتتحرك جواك تجاه موقف أو شخص. ببساطة هي الزرار اللي بيخلي الإنسان يتصرف من غير ما يفكر كتير. ومن هنا السينما فهمت إن أقصر طريق لعقلك هو قلبك، فقالوا بدل ما نقنع المشاهد بالمنطق خلينا نقنعه بالإحساس، نوصل له مشاعر معينة تخليه يقتنع باللي إحنا عايزينه يقتنع بيه. وده بيفسر إحنا ليه بنتعاطف مع الأشرار مثلا أو الشخصيات السيئة بشكل عام، لأن صناع الفيلم عايزينك تتعاطف معاهم، الموضوع مش بإيدك. في توجه عام للافلام في التعاطف مع البلطجي او الشر عموما، يعني تقريبا كده بنختار اكتر شخصيه منحطه في المجتمع ونعمل عنها فيلم، ونقول طبعا بس هو يعني هو حرامي بس هو شريف يعني، او قاتل وعنده مبدأ في الحياه يعني، ونقول بص يا اخي ده شرير بس هو يا عم طيب من جواه، او هو يا عم كان عنده طفوله سيئه او الظروف كانت صعبه فهو اتحول شرير يعني وقتل واغتصب وبتاع. وطول الفيلم هيعمل كل الكبائر ويجي في اخر 5 دقايق ويقول لك نصيحه، او انهم يموتوا الشخصيه في اخر الفيلم يقول لك بص يعني بص الشر اخره ايه، يا موت يا حبس او انك تخسر حد يعني كنت بتحبه. الفكره ان الواحد بيتعاطف مع ده، يعني بدل ما يكون بيفرح ان الشخص الشرير اتحبس، لا الواحد بيتعاطف مع ده انه بيكون نفسه ان البطل ده اللي هو الشرير البطل يخرج من المحنه اللي هو فيها يعني ويرجع بقى للشر تاني. الفكره ان انا مش مهتم خالص ان بلطجي حارتنا اللي صحاني من النوم على سبب بيدينه في الشارع ان هو عايش زمان طفوله سيئه وان ابوه كان بيعيد تدويره بعد ما كان بيعجنه زي الكنزايه. انا عاوز الحكومه تقبض عليه وهو متلبس يعني فاهم، قاعد في الشارع بيحشش او بيبطلق على الناس يعني، ويروح السجن ونخلص من وجع الدماغ ده. يعني من امتى كان البلطجي او الشرير بقى هو شخص نقتدي بيه؟ مش عارف ازاي ده حصل. يعني اقرب مثال للموضوع ده هو الجوكر اللي الناس حطاه وول بيبر على التليفون او حتى على الديسك توب او حتى على جراب موبايل، ممكن تلاقي يعني جراب موبايل كده تلاقي عليه صوره الجوكر يعني، او ان هم يقتبسوا منه جمل الجوكر. يعني تعال نشوف بقى الجوكر عمل ايه. سطو مصلح على بنك، سرق البنك وقتل اللي معاه، يعني قتل اللي هم زمايله قتلهم تمام، وبعد ما خلص قتل الموظفين. تاني حاجه فجر مستشفى. تخيل حد يلاقي في الحياه اللي احنا عايشين فيها دي فجر مستشفى، خلى يعني مدينه كامله كده يكونوا قاعدين في مركبتين وكل واحد معاه جهاز تفكير ارهابي. هو غالبا هو شخص ارهابي يعني فاهم. هتخيل بقى لو حد فاهم حاطط البلطجي اللي هو في شارعنا حاطه عنده صوره بروفايل وبيقتبس منه جمل قالها في الشارع مثلا يعني، وبيحط مثلا حالات واتس مع مهرجان الاسلام كابونجا، او ان هو مثلا حاطه عنده خلفيه عنده في التليفون يعني وفرحان ان هو شخص بلطجي شرير. انا ممكن احكي لك قصه من وجهه نظر معينه اخليك تتعاطف معايا رغم ان انا الشرير اصلا. تخيل معايا كده قاتل مأجور مجرم خطير مطلوب للعداله، للوهله الاولى هتشوف ان ده شخص لازم يتعدم، يعني ده لازم ياخد جزاؤه. لكن لو انا بقى حطيت لك باك ستوري او ماضي مؤلم للشخصيه دي وخليك تشوفه هو بيعاني او بيتظلم او بيعيش طفوله صعبه، غصب عنك هتتعاطف معاه وهتخلق له مبررات للي هو بيعمله. وهنا بيتولد مفهوم الشر النبيل ده، غير انهم طبعا في الافلام مش بيقولوا عليه شر اصلا. يعني مثلا في فيلم ذا جاد فاذر كل الجرائم مبرره باسم الوفاء للعائله، في الجوكر الجرائم مبرره لان ارثر فليك ضحيه مجتمع، في بريكنج باد الشر مبرر لانه راجل طيب ومريض وبيصرف على علاجه، رغم ان هو بيتحول في الاخر لزعيم عصابه وبيعمل جرائم بشعه بس انت بتتفرج وبتكون متعاطف معاه. وده اسمه التبرير الاخلاقي، اللي هو انا بعمل كده والله مضطر، يعني انا مش شرير ولا حاجه، انا بس بعمل كده علشان اسيب لاهلي فلوس يعيشوا بيها بعد ما اموت لان مريض وايامي في الدنيا معدوده. فبيبيع مخدرات وبيقتل ناس وبيخطف ناس وفاهم، بس هو مش شرير. وهنا بقى بتتزرع الفكره، هو مش شرير، بالعكس ابسولوتلي هو شخص خايف على اهله او بياخد حقه او ضحيه مجتمع. وده اسمه في علم النفس مورال ريفريمينج، فظيع في الانجليزي فظيع، اعاده تعريف الغلط بشكل يخليه مقبول. وعلى الجانب الاخر بقى يا جدعان، يعني الناس التانية في الفيلم او الضحايا هم شخصيات ثانويه مهمشه مالهمش اي لازمه، فمن المستحيل انك تتعاطف معاهم. يعني واحد زي جون ويك ده قتل بتاع 2000 بني ادم، هل انت تعاطفت مع اي حد من اللي هو قتلهم؟ مستحيل، انت ما تعرفش اصلا مين الناس دي، هم مجرد ديكور، هم مجرد ام بي سيز في لعبه جون ويك هيقتلهم وهنكمل القصه عادي. وده غير بقى ان شخصيه الشرير دايما او في اغلب الاوقات كاريزما ودمه خفيف وشيك، وده بيأثر على مستوى رفضك الاخلاقي. توماس شلبي مثلا مجرم لكن كاريزمته وذكائه يخلوك تحبه عادي وتحط صورته بروفايل وتعمل له حالات حزينه بقى وتنزلها على السوشيال ميديا، وانا ده يا جدعان انا ده بيمثلني الراجل ده. Hello, Thomas Shelby, Mafia. Mafia, okay. Yes. Where are you from? Muhammad. Muhammad. Okay, nice to meet you. Thank you. Thank Thomas Shelby, Thomas Shelby. Sigma. Sigma, okay, Yes. okay.
Thank you. Başta silahı. طيب كل ده خطر عليك ليه بقى؟ لان مع الوقت بيحصل لك اللي العلماء بيسموه ايموشنال ديسنتريشن. محدش يتريق على الانجليزي بتاعي. هسيبها لكم على الشاشه، هكتبها لكم هنا على الشاشه لان انا والله مش عارف انطقها، بس معناها يعني تبلد المشاعر تجاه الغلط، تبطل تحس ان الفعل ده غلط اصلا، القتل عادي، الخيانه مبرره. وهنا الخطر الحقيقي مش انك تحب الشرير اصلا، الخطر انك نسيت ان اللي بيعمله شر اساسا. يعني على سبيل المثال كان في مسلسل بيتعرض قريب، هو مسلسل كوميدي لكنه مليان بقى، يعني عد معايا، زنا، ايحاءات، دياثه، عري، اخت مقرطسه اخوها مع صاحبه، البطل طول المسلسل قاعد في خماره وبيسكر، الاب الكول اللي بيحشش مع ابنه الفاشل بتاع النسوان، الزوج الدلدول اللي مراتاته ممشياه وبيهزقوه، طفله عارفه حاجات ما ينفعش طفل في سنها يكون عارفها، البلطجي ابو دم خفيف اللي بيتم تحسين صورته، ونسيب القوس مفتوح. ده غير بقى ان البطل مقضيها مع واحده وبيروح لها شقتها، وانا والله ما عارف هي مين، يعني دورها ايه في المسلسل، مؤثره على ايه في الاحداث، هي ملهاش اي لازمه يا جدعان، هي مجرد عروسه فض شهوه للبطل حرفيا. والمشكله ان الموضوع عادي، يعني مجتمع المسلسل عارف والدنيا تمام، يعني فاهم، قشطه، احنا يا جدعان في ايجيبت، يعني الموضوع بسيط. لما تشوف العمل ده من الكوميديا والمواقف المضحكه مش هتاخد بالك اصلا من القرف اللي بيتعرض. المسلسل بيبرمجك من غير ما تحس ان كل الحاجات دي عادي تحصل وكله في سبيل الكوميديا يعني والهاها وكده. فبدل ما تشوف مشهد الخيانه شيء مقرف، لا احنا هنحطه لك في اطار كوميدي يخليك تتقبل الغلط لما يتقدم لك في شكل هزار. ومع تكرار المشهد من مسلسل لمسلسل لفيلم بيحصل لك تبلد المشاعر اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه. العالم كله فاسد، كل العالم فاسد. بيقول لك السينما دي هي انعكاس للواقع او مرايه للمجتمع. هي مش كده خالص طبعا يعني، ولا حتى طريقه لتوصيل فكره. يعني انا لو مرايه للمجتمع كان زماني معاه مش ضده، ولو انا هوصل فكره كنت انا هوصلها بشكل احسن من كده بكتير طبعا من المنظر اللي احنا بنشوفه الافلام ده. لكن اللي بيحصل هو دس السم في برطمان عسل مش اصلي حتى، يعني مخلوط سكر تقريبا. والافلام مش مرايه للمجتمع ولا حتى ضده، هي يعني عباره عن ترفيه، يعني هي وسيله من وسائل الترفيه. يعني مهما كانت هي ايه او قد ايه الفيلم ده مهم، هو برضه ترفيه في الاول وفي الاخر. هي ابعد ما تكون عن الواقع خالص، ومش شرط يكون الفيلم خيال علمي عشان يكون ابعد ما يكون عن الواقع خالص. فاهم قصدي؟ بس كده ممكن نكمل مع جو. يعني تعرف تعمل اللي هو السحبه دي، انك تسحبني كده في الفريم ده توديه مثلا شمال او يمين وتحط نفسك انت بعد كده. تعرف تعملها دي؟ لازم تفهم يا احمد انك لو استسلمت هتحس بالعجز والندم طول عمرك. انا كمان استسلمت زيك في لحظه وحسيت بالعجز، بس قاومت الاحساس ده وخرجت براه وقدرت احلس. هتلعب. تفتكر ليه العالم قبل طوفان الأقصى كان متعاطف مع الخنازير وشايفهم إنهم مظلومين وطيبين؟ لأن ولاد الجزمة دول معاهم أخطر حاجة ممكن تأثر بيها على عقول الناس، معاهم اللي يخليهم يعملوا كل الجرائم دي بس في نفس الوقت يظهروا كحمام سلام أبيض فازرق جميل وحلو، لأنهم يقدروا يملوا عقول الناس بالقناعات اللي هم عايزينهم يقتنعوا بيها. معاهم الإعلام، واللي طبعا منه السينما والدراما، اللي هم مسيطرين على أهم وأكبر شركات إنتاجهم في العالم زي مارفل وورنر بروس ويونيفرسال. دول أغلب مؤسسيهم من ولاد العم نفسهم، ودي امثله بس، هم مسيطرين ومؤسسين باقي شركات الانتاج الكبيره. ده غير انهم بيملكوا شركه بلاك روك، الشركه اللي بتحكم العالم تقريبا، وفي تقرير بيقول ان بلاك روك دي مسيطره على 90% من الاعلام وليها حصص في شركات زي نتفليكس وديزني وغيرهم كتير. فايه رايك اعمل لك فيلم حلو بالممثلين اللي انت بتحبهم وقصته حلوه وهتعجبك، بس احط لك في النص كده شويه افكار وقناعات من اللي انا عايز اقنعك بيها، واوعدك مش هتحس باي حاجه ولا حتى شكه الدبوس. والافلام عن الخنازير كتير جدا، وطبعا انت عارف كلها بتتكلم عن ايه؟ طائر السلام الطيب اللي مش بيأذي حد لكن مضطهد يا عيني والناس بتكرهه وبيحاربوه مع انه طيب وحبوب. يعني اجدد فيلم عملوه تقريبا اللي هو اسمه جولدا، ده اللي بيحكي ان العرب ولاد الوحشه يا عيني هجموا على ولاد العم، قال ايه؟ عشان يرجعوا ارضهم اللي ولاد العم احتلوها. شايف الفجر اللي العرب فيه؟ انا بجد مش فاهم ايه ده، ما تحتل وانت ساكت يا ابني، انت ليه واجع دماغنا مش فاهم. وطبعا في امثله لافلام كتير جدا بتحكي عنهم في عصور مختلفه، زي الفيلم اللي بيحكي ان الفراعنه كانوا بيستعبدوهم عشان يبنوا لهم الاهرامات، وده بيفسر هما ليه بيقولوا على الاهرامات بتاعتنا. انا احب مصر، زرت الهرم بتاعنا. الهرم بتاعنا؟ انتوا عندكم هرم زينا؟ لا، هرم الجيزه. والافلام الكتير اللي بتتكلم عن الهولوكوست وازاي النازيين عملوا معاهم الجلاشه، والافلام كتير جدا ومن كل الفئات، لكن الفكره واحده، عايز تاريخي موجود، عايز اكشن موجود، عايز دراما برضو موجود، عايز كوميدي موجود برضو يا صاحبي. هتلاقيه منط لك في كل مكان، في زنزانتك، في فرشتك، في نومك، في حلمك.
هتلاقيني ناطط في بنطلونك. وبدل الفيلم 100 علشان الافكار والقناعات تترسخ وتفرش وتبرطع كده جوه عقلك بشكل اسهل واسرع. في فيديو لاحد صناع محتوى الافلام كان بيتكلم فيه عن الموضوع ده بشكل تفصيلي اكتر، كان نفسي اقول لكم عليه بصراحه، بس هو للاسف بيحط موسيقى وذاكر اسماء افلام كتير، غير ان هو بيعرض مشاهد فيها بنات متبرجه وكده، فمش هينفع يعني. بس تمام يعني، اعتقد ان الفكره اللي انا عايز اوصلها لكم وصلت. خد بقى الكلام اللي احنا لسه قايلينه ده وطبقه على كل الاجندات، زي دعم البسكليتات مثلا اللي بقى موجود في اعمال كتير جدا علشان العالم تتقبله وتشوفه حاجه عاديه. دول بقوا كمان بيجبروا صناع الاعمال لو العمل بتاعهم ده مثلا ما فيهوش اجنده، لا يا معلم انت لازم تحط فيه اجنده. في اعمال مش بتشوف النور الا لما تحشر فيها الاجنده، وزي دعم النسويات برضو والبطولات النسائيه اللي هبت علينا كده فجاه في اعمال كتير جدا. ما هو انت مفكر الفكر النسوي توغل في عقول نساء المسلمين ازاي؟ اكيد من الميديا والاعلام، واللي منهم طبعا المسلسلات والافلام. وعلى فكره الاجنده النسويه بيتم الترويج ليها من السبعينات مثلا، فحتى لو اتفرجت على فيلم قديم على اساس بقى انت تهرب من الافلام الجديده اللي فيها اجندات، هتلاقي برضو الاجنده النسويه موجوده. السينما يا صاحبي مش بس وسيله تسليه، دي وسيله تشكيل قناعات، واللي بيحكي القصه بيملك الحقيقه في عيون الناس. يعني لو المخرج قرر يخليك تتعاطف مع القاتل او المحتل هيعرف يعمل كده بكل سهوله، ولو حب يخليك تكره الضحيه المظلوم برضه هيعرف يعمل كده بسهوله، بمجرد شويه كلام مكتوب باحترافيه وتصوير حلو وموسيقى. نغمه موسيقى واحده كفيله تغير احساسك بالكامل ناحيه مشهد او شخصيه. وقال ابن تيميه رحمه الله: المعازف خمر النفوس. جميله، بتخمر العقل، زي فعل الخمر. بيقول ايه؟ جامد، مش محتاجه شرح خالص. بيقول ايه؟ تفعل بالنفوس اعظم مما تفعله حمي الكؤوس. ان الكاس الخمر الحامل اللي مش عارف ايه. الموسيقى بتوجه الإحساس، يعني لحن حزين على مشهد قتل هيخليك تتعاطف مع القاتل، ولو نفس المشهد ده اتعرض بس بلحن سريع متوتر هتحس انك بتشوف جريمة، مع ان هو نفس المشهد بنفس الصورة، لكن الموسيقى اتغيرت فالإحساس اتغير. الموسيقى عندها القدرة انها تزرع فيك المشاعر اللي المخرج عايزك تحس بيها، يعني لو عايز يوترك او يحمسك او يعيطك هيقدر يعمل كده بالموسيقى بسهولة. حتى لو المشهد عكس المنطق الموسيقى هتمنطقه لعقلك، يعني حتى لو جابوا الشيطان وعملوا له مسلسل وخلوه بطل هتحبه حرفيا. يا جدعان في مسلسل للشيطان بجد وعاملين له قصه بقى وان هو مظلوم بقى والناس بتتعاطف معاه. انت متخيل العبط؟ وموضوع تاثير الموسيقى ده انت هتحس بيه في الاغاني اللي انت بتسمعها. يعني وانت في الجيم هتلاقي دايما في مزيكا حماسيه شغاله علشان تتحمس كده وانت بتلعب، فاهم، وعش وحش وبتاع. ممكن تبقى حزين فتشغل اغاني حزينه علشان تخش في مود الحزن فتحزن اكتر. انت ممكن اصلا تبقى تمام، يعني لسه متغدي مكرونه بشاميل وسعيد مفيش اي مشاكل، وتسمع اغاني حزينه فتحزن وتخش في مود الحزن. يعني انا زمان وانا صغير ما كنتش اعرف بنات خالص، تمام، فكنت بسمع اغاني لاحد المغنيين الحزين يعني، ومين اتظلم ومين ظلم ده مش مهم، وذكريات كدابه. يا ابني انت عندك 12 سنه اساسا، انت ما حدش يعرفك في الدنيا دي غير 3، ابوك وامك والشيطان اللي بيقعد يوسوس لك بالحاجات دي. في دراسه اتعملت في جامعه خرونينجن الهولنديه، تقول لك انت من خرونينجن دي عشان هولندي عشان تبقى فاهم. بقالي ربع ساعه في ترجمه جوجل عمال اسمع الوليه بتقول ايه احاول اقلدها لحد ما وصلت للخرونينجن دي، وقلتها غلط برضه، يعني هي بتتنطق خرونينجن، الار ما بتتنطقش. لا خلي بالك انا في الهولندي، يعني لو جيت لي هولندي مش هنسلك مع بعض، يعني انا في الهولندي ما بعرفش ابويا. المهم ان الدراسه دي وضحت ان الموسيقى بتقدر تغير تفسيرك للمشهد بنسبه كبيره جدا، يعني تشوف نفس المشهد مرتين بس بالحان مختلفه تحس انك شفت مشهدين مختلفين. وده يورينا قد ايه الموسيقى في السينما مش تفصيله جماليه، بالعكس دي وسيله توجيه كامله بتشتغل على اللاوعي بتاعك. يعني باختصار السينما مش مجرد قصه وصوره وموسيقى، دي منظومه كامله بتشتغل على دماغك وعلى مشاعرك وعلى قناعاتك من غير ما تحس، بتضحكك وتبكيك وتخليك تتعاطف مع اللي المفروض تكرهه وتكره اللي المفروض تحبه. بس هنا بقى السؤال، فين الفلتر؟ فين اللي يخليني اقدر افرق بين الصح والغلط وسط كل ده؟ وهنا لازم نتكلم عن الجانب الديني. الدين ببساطه هو النضاره اللي بتشوف بيها الدنيا على حقيقتها. لو شلت النضاره دي اي فيلم او مسلسل او واحد عبيط لابس حمالات هيقدر يقنعك ان الباطل صح وان الحرام وجهة نظر. ربنا بيقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، والسينما مش خطوات شيطان عادي، ده خطوات شيطان عملاق. السينما هي الشيطان نفسه، لان الشيطان عمره ما هيجي يقول لك اعمل الحرام، هو هيخليك تحبه الاول وبعدين انت من نفسك هتعمله. السينما بتقدم لك الخطوات دي في شكل اغنيه او لقطه رومانسيه او مشهد كوميدي، تفضل تطبع وتكرر الغلط في دماغك لحد ما يبقى عادي، وده انت بتشوفه كل يوم تقريبا ومفكر نفسك مش بتتاثر، بس الحقيقه انك اتاثرت جامد بس من جوه، بقى عندك تطبيع مع الغلط، وده اسمه موت البصيره. تحس انك شايف بس الحقيقه انت اعمى، ومن كتر ما انت متاثر
بقيت شايف ان ده الطبيعي ان الحب بيجي قبل الجواز، الطبيعي ان التلامس بين الراجل والست شيء عادي، واللي بيرفضه ده انسان رجعي متخلف وشهوته متحكمه فيه. الطبيعي ان المحجبه تكون لابسه هدوم ضيقه وحاطه مكياج ومطلعه نص شعرها بره الطرح وهنقول عليها محجبه عادي. الشيء الشاذ بقى طبيعي بالنسبه لك، ما بقاش عندك حاجه تقارن بيها. زي ما اتكلمنا عن بتوع الكيبوب وبتوع الانمي قبل كده، انا طبعا مش محتاج اكلمك عن الحاجات الحرام اللي موجوده في الافلام والمسلسلات، انت اكيد عارفها يعني، وموجوده في 99.9 في كل الاعمال، ونادرا جدا تلاقي اعمال ما فيهاش حاجه حرام. يعني حتى الاعمال اللي فيها رسائل كويسه او بتعلمك حاجه حلوه هي فيها حرمانيه برضه، سواء بقى عري، موسيقى، او افكار سامه في النص. بس عارف، انا مش جاي اقول لك بطل تتفرج، لان انا عارف انه صعب جدا انك تبطل مره واحده. انا بس عايزك تعرف، عايزك تبقى واعي للي بيخش راسك وانت مش حاسس. لما هتبقى واعي هتبدا تكره المشاهده اساسا، لانك هتشوف الموضوع من منظور مختلف. فانا عايزك تفلتر اللي بيخش دماغك. وفي حاجات تانية تقدر تستبدل بيها الافلام والمسلسلات، زي الملخصات مثلا، تقدر تاخدها خطوه انك تبطل، تاثيرها هيكون اقل بكتير جدا، خصوصا لو انت اخترت يعني حد محترم عنده شويه مبادئ، يعني بيفلتر الحاجات اللي هو بيعرضها. يعني واحده واحده مع الوقت تحاول تبطل المشاهده خالص. انا عن نفسي بدات استبدل الافلام والمسلسلات والحاجات دي بالروايات والفيديوهات اللي بتشرحها او بتحكيها، وبتفرج برضو على افلام كرتون من غير موسيقى، في قنوات على التليجرام كده بتنزل الافلام من غير مزيكا، او على ملخصات كرتون من قناه اقوى افلام. بقول لك يا صاحبي، لسه دلوقتي اعمل لك اعلان في الفيديو الاخير، تمام؟ فبالحب هنا تبعت لي اي حاجه على فودافون كاش. والاهم من كل ده انك تقرب من ربنا وتحاول تتعلم دينك، علشان لما يتعرض على عقلك افكار ضد دينك تبقى انت قادر تميز وعندك حاجه تقارن بيها. وبس كده. المهم بقى يا صديقي، تتاكد انك عامل لايك وسبسكرايب للقناه، علشان عايزين نوصل 50,000 مشترك في اقرب وقت، وكمان تعمل سبسكرايب لقناه اخلاق فضائيين، هتلاقوا اللينك تحت في الديسكريبشن او في اول كومنت، وتشوف الفيديو ده علشان هيفيدك جدا. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي على خير باذن الله. سلام.